تجرى حاليا عملية إعادة بناء شاملة لملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط بهدف تحويله إلى منشأة رياضية حديثة تلبي المعايير الدولية، فيما يلي تفاصيل حول مراحل وطريقة البناء. الأولى التصميم والتخطيط، اختيار التصميم. بعد منافسة بين عدة مكاتب هندسية تم اختيار تصميم شركة إغبان أرشي ستوديو لبناء الملعب الجديد، والذي استوحي من الرزة، مما يعكس الطابع الثقافي المغربي في الهندسة المعمارية. المساحة والسعة: سيشيد الملعب على مساحة 2.7 هكتار مع زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 22 ألف مقعد مقارنة بالسعة السابقة التي كانت تبلغ 12 ألف مقعد. مرحلة الهدم والتهيئة: الهدم الكامل. بدأت الأعمال بهدم الملعب القديم بالكامل لإفساح المجال لبناء الهيكل الجديد وفقا للتصميم المعتمد. تهيئة الأرضية: بعد الهدم تم تجهيز الموقع وتجريف الأرضية لضمان استقرار الأساسات والتأكد من ملائمتها للهيكل الجديد. ثالثاً، مرحلة البناء، أعمال الأساسات. تم البدء في صب الأساسات باستخدام الخرسانة المسلحة مع مراعاة توزيع الأحمال وضمان الاستقرار الهيكلي للملعب. بناء الهيكل الرئيسي: يتكون الهيكل من هياكل فولاذية ومكونات خرسانية مسبقة الصنع، مما يسرع عملية البناء ويضمن الدقة في التنفيذ. المدرجات والتغطية: سيتم بناء مدرجات تحيط بجميع جوانب الملعب مع تغطية كاملة باستخدام مواد حديثة مقاومة للعوامل الجوية لتوفير الراحة للجماهير. الرابع، المرافق والخدمات. المرافق الداخلية: يتضمن المشروع إنشاء مستودعات ملابس حديثة، قاعات للندوات الصحفية، مرافق طبية، ومناطق ترفيهية وخدماتية للجمهور. المقصورات الخاصة: سيتم تجهيز مقصورة لكبار الشخصيات الخاصة تتسع ل40 مقعدا، بالإضافة إلى منصة شرفية مجهزة بأحدث التقنيات. الجدول الزمني: مدة الإنجاز: من المتوقع أن تستغرق أعمال البناء حوالي 8 أشهر، مع التزام الجهات المعنية بتسريع وتيرة العمل لضمان الانتهاء في الموعد المحدد. تعكس هذه الجهود التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية الرياضية استعدادا لاستضافة بطولات قارية ودولية مستقبلية وتعزيز مكانة الرباط كوجهة رياضية متميزة. شهد ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط تحولات جذرية ضمن مشروع إعادة بنائه وتطويره لتعزيز البنية التحتية الرياضية في المغرب. بدأت أعمال الهدم الكامل للملعب القديم قبل حوالي 5 أشهر لتفسح المجال لإنشاء ملعب حديث بمواصفات عالمية. تفاصيل المشروع: المساحة والتكلفة: يمتد المشروع على مساحة تقارب 2.7 هكتار بميزانية تصل إلى حوالي 800 مليون درهم 80 مليار سنتيم. السعة والتصميم: سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 22 ألف مقعد مع تصميم معماري مبتكر يلبي الاحتياجات الجماهير والفرق الرياضية. التغطية والمرافق: سيحظى الملعب بتغطية كاملة للمدرجات، مما يوفر راحة للجماهير في مختلف الظروف الجوية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز الملعب بمستودعات ملابس حديثة، قاعات للندوات، مرافق طبية، ومناطق ترفيهية وخدماتية للجمهور، مع تخصيص مقصورة لكبار الشخصيات و40 مقعدا في المنصة الشرفية. مستجدات الأشغال: تتواصل أعمال البناء بوتيرة سريعة، حيث تم إنجاز العديد من الأعمال الخاصة بأساسات الملعب. يلاحظ تقدم ملموس في تجهيز الأرضية وبناء الهياكل الأساسية. من المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة لتلبية الجدول الزمني المحدد للمشروع. أهمية المشروع: يأتي هذا المشروع في إطار جهود المغرب لتطوير بنيته التحتية الرياضية استعدادا لاستضافة بطولات قارية ودولية مثل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 3030. يتوقع أن يعزز الملعب الجديد مكانة الرباط كوجهة رياضية متميزة ويوفر تجربة محسنة للجماهير والرياضيين على حد سواء. مدة الإنجاز المتوقعة: من المخطط أن تستغرق أعمال البناء حوالي 8 أشهر، مما يشير إلى التزام الجهات المعنية بتسريع وتيرة الإنجاز وتقديم منشأة رياضية بمواصفات حديثة في أقرب وقت ممكن. بهذه التحسينات والتطورات ينتظر أن يصبح ملعب الأمير مولاي الحسن معلمة رياضية بارزة تساهم في تعزيز المشهد الرياضي الوطني وتلبية تطلعات الجماهير المغربية. لمزيد من التفاصيل البصرية حول تقدم أعمال البناء يمكنك مشاهدة الفيديو التالي.